هكذا تحدث الإعلام البرتغالي بخصوص مباراة المغرب ضد البرتغال: تفاؤل، ترقب وحذر. مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره المغرب برسم ربع نهائي من نسخة كأس العالم قطر 2022 والتي ستجرى بعد غد السبت هي حديث الشارع البرتغالي الأول وموضوع للعديد من المقالات والمواد الإعلامية لوسائل إعلام محلية. فرفاق كريستيانو رونالدو ومعهم الشعب البرتغالي يأملون مواصلة التقدم والتألق بالبطولة حتى النهاية، ولكنهم في ذات الوقت متخوفون من صدمة مما بات يوصف بالحصان الأسود للكأس، خصوصا بعد الفوز المحلي لأسود الأطلس على الماتادور الإسباني. ووسائل الإعلام البرتغالية تبنت مواقف بخصوص المباراة الموعودة وتراوحت بين التفاؤل والتحذير والترقب. فصحيفة أوجوغو حذرت المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس من وليد الركراكي الذي قالت أنه يعرف كيف يغلق باب المرمى جيدا، وأشارت إلى قوة الدفاع المغربي الذي استقبل هدفا وحيدا في 4 مباريات بالمونديال وبعد ذلك هو الأفضل بالبطولة حتى الآن. وصحيفة إيبولا تحدثت عن نتائج استفتاء أجرته بخصوص قدرة البرتغال على هزيمة المغرب والذي جاءت نتيجته متفائلة جدا في 91.7% من المصوتين الذي أكدوا أن المنتخب البرتغالي هو الذي سيفوز على نظيره المغربي، فيما 8.3% رجحوا كفة المنتخب المغربي. ويومية بيبليكو البرتغالية رجعت للمقابلة الأخيرة للمغرب وإسبانيا وقالت أن المغرب تمكن بالنتيجة التي حققها ضد إسبانيا من مواصلة مونديال الحلم بالنسبة إليه، مضيفة أن المقابلة كانت متكافئة إلى حد كبير خلافا لما كان متوقعا من قبل، وأن منتخب أسود الأطلس آخر ممثل لإفريقيا في كأس العالم